مساء الفل والهنا والسعادة، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب. هعمل معاكم النهاردة الكبدة الاسكندراني على اصولها بقى. كنت تعبانة النهاردة فقلت اعمل حاجة بسيطة خفيفة كده. حطيت توم مفروم، نزلت عليه بالملح، هنزل عليه بفلفل اسود وكمون وكزبرة. بجد كانت حاجة كده فاخر من الاخر، حلوة قوي كده اهي. دي الخلطة اللي انا بعملها للكبدة، هتشوفوني بقى بعملها ازاي. وده خل، نزلت عليها كده يعني مثلا بمعلقتين 3 معالق خل حلوين كده. هنروح بقى على النار في شوية زيت حلوين، يعني ما تستخسروش في الزيت، كتروا. هي حلاوة الكبدة في الزيت، بس تاخد وش كده حلو. بس اهم حاجة تكون الطاسة سخنة قوي والزيت سخن، تاخد لون حلو. وبعدين ننزل عليها بقى بالخلطة اللي انا عملتها دي. لو عايزين تحطوا على الخلطة ده فلفل مطحون حراق حطوا، بس انا كده كده بقطع فيها فلفل حراق، لان عيالي اصلا ما بيحبوش الحراق قوي. بس هنقلب بقى مع بعض ونسيبها تاخد السوا بتاعها. ما بتسيبش كتير على النار على فكرة الكبدة الاسكندراني خالص. هي كام تقليبة كده وتحطي عليها الفلفل وتلاقيها استوت وبقت زي الفل. أكلة سريعة ولذيذة أوي بصراحة، بعشقها، يعني أنا من عشاقها. تاكليها في الفين وفي العيش البلدي براحتك. اهو نزلت هنا بالفلفل الرومي والحراق. النهارده اليوم كله كان صداع من اوله لاخره، يعني فما قدرتش اقف اعمل اي اكل، فعملت دي سريعه كده ولذيذه. هنا بقى بعمل معاكم الطحينه. نزلت بالطحينه وعليها معلقه خل، وقلبت لحد ما لونها يفتح كده. وبعدين هنزل عليها بالميه دلوقتي قدامكم. معلش على السلك اللي كان ظاهر ده يا جماعه، انا ما شفتوش خالص الا بعد ما كنت خلصت تصوير اصلا. هنا اهو بنزل بالميه تدريجيا عشان ما تفكش قوي مني وتبقى كلها صيصه كده وميه. هنزل بقى بشويه ملح، بشويه كمون، شويه فلفل اسود، وحطيت رشه شطه، وحطيت معلقه زيت اللي نسيت احطه يا جماعه، بس حطيته بعد التصوير، معلقه التوم يعني. فما تنسوش انتوا بقى، انا نسيت انتوا ما تنسوش. بس كان طعمها حلو جدا جدا مع الكبده بجد. انا بحب الكبده في اي حاجه، في العيش شغال، في الفينو شغال، بتبقى كلها جميله بصراحه. هنا نزلت بعصره ليمون تديها طعم حلو قوي. وهقلبها كلها مع بعضها بقى، وهعمل معاكم السندوتشات دلوقتي، حاجه كده جحده. دي شويه شطه، طبعا أنا لو مش عيالي هحط شطه اكتر من كده. انا واكله في الاكله دي 3 قرون فلفل يعني، ولا 4 كمان، من عشاق الحراق. وهي احلى حاجه الكبده يعني شطه. وهعمل معاكم بقى السندوتشات في فينو كده طازه كده بسمسم كده، ونروق على نفسنا وعلى كرشنا، محدش واخد حاجه من الدنيا. اهم حاجه تدلعي نفسك بس. وطحينه كده واديله ادي بقى، وعصره ليمون بقى يا جماعه، جربوا العصره دي والله العظيم تجنن، زي الاسكندرانيه بالظبط. يعني انا ما كنتش مصدقه انها هتطلع حلوه كده لما تعصري عليها كمان عصره ليمون، لا بجد حلوه. تحيه للاسكندريه كلها، انا من عشاق اسكندريه يا جماعه، بموت فيها. لو طول اروح اعيش هناك هروح. المره الجايه بقى اعمل لكم السجق. بس كده كنت بوريكم ان انتم ممكن تاكلوها في عيش او في فينو، اللي انتوا عايزينه كله. ان شاء الله تشوفوني دايما في فيديوهاتي جديدة ولذيذة وسريعة وخفيفة عليكم ان شاء الله. ومستنية دايما دعمكم ليا يا حلوين، وتصبحوا على الف خير يا رب.